Okay, guys. I was like, I'm at work right now, and he came inside my restaurant, and yeah, he didn't even ask for money or anything. He only asked for food, so I gave him food and drinks. And I just started asking him about his like life and stuff, and he told me like that his life went like down after his mom passed away, and that he don't have the documents. Mana Hi, just had a ها والله أنا مقعد واحد يرى جمال قبل إنه يسوملين وقبل في عود هذا نقولي ما يستو بعدين تم صدام ومقالوا الملا وحكى عن طال القرآن قال ممر مساجد تبتكر ممر قولي هاي نمط الصومال ذي عاوي على شخص هذا ممر نبرناك أبر تبلود قبول قالوا تدخل والله ما يحرق الجن ولي تسوق قبول تدخل كل من يبرناك شغل ما نعرف مثلا شقنا ممر ودوا شقنا ورا هاي اللي عاوي يقولي وحصل على نور شيء استنى قبل تدخل مصدق وش أنا من قولي على صلاة إلهي قبل إيش كبوسه عروض حصل إن شاء الله شو ثاني مقوى دباتو كم نورو الحمد لله والله ما كل يوم دون بالله شاء الله خصوصا مريم كوا كتير كمان بريمة جو تم سمعت وجهك بتجاه إن محرم من قبل عربي نعرف إريتريا واحد زمان إريتريا ما ها إريتريا ما كانوا كيش كسر بدي يوم ولا كانوا بيمشي لقي وكان عادي قلت لك يدخل جوجي ما أدري هذا وقت كيش كان ساعد Brita because he can't work, and since I have like a community on TikTok and I know like a lot of smart people follow me, I would love if you guys could help him. If you know anyone that could help, or if you have a space in your house and if you think you can help this man with finding a job or anything, let me know, hit me up. And yeah, like yeah.